السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كبده اسكندراني حلوه قوي قوي، وهنعمل كمان جنبيها رز اللي بتاكل في المطاعم بطريقه سهله وبسيطه وحلوه. انا معايا نص كيلو كبده. دي كبده بلدي، ولو كبده مستورده عادي شغاله مش هتقول لا. كده دي انا هقطعها، بس قبل ما اقطعها هحوش الغلاف اللي عليها. اللي معايا هنا، معايا معلقه كبيره من بهارات الكبده. بتروحي عند العطار بتقول له عايزه بهارات كبده. في اكياس زي الكيس اللي انا وريته لكم، بس ده طبعا بهارات شوي، في منه بهارات للكبده. ومعايا توم، ومعايا ربع معلقه من الكمون، وربع معلقه من الكزبره الناشفه، ونص معلقه من الفلفل الاسود، ومعايا ليمون، ومعايا فلفل حار وعادي، ومعايا رز، وطبعا السمنه، ومعايا خل بس ما كنتش جبته، او برضو هحطه معاكم هوريه لكم. هنا هخلي الكبده كده. بمسك الطرف بتاع الكبده وبشد الغلاف اللي عليها، وبدخل صباعي كده زي ما انتوا شايفين علشان خاطر احوش الغلاف اللي على الكبده، عشان خاطر ما يخليهاش تشد او يضايق حد وهو بياكل. وطبعا عشان ما تبقاش زفره ولا حاجه. طبعا هي الكبده البلدي بصراحه هي ما بتبقاش زفره. هنا قطعتها حطيت كده على جنب. كان في مع الكبده حته من القلب، وكان معاها حته دهنيه كده صغيره، فقطعتها كده على جنب عشان احطها الاول قبل ما انزل بالكبده، عشان طبعا هتاخد سوا شويه. هنا عصرت الليمون. اعصر الليمون كده عشان خاطر برضو ما يبقاش فيها اي زفاره ولا اي حاجه. وهي للامانه هي الكبده البلدي ما بتبقاش يعني ليها ريحه زفره، بس برضو احتياطي مطرح برضو ايد الجزار ومش عارف ايه، وللامان يعني. هنا هدق التوم. هدقه مع رشة ملح صغيرة، والكزبرة والكمون هدقهم مع بعض، لكن مش هحط البهارات الكبدة ولا الفلفل في الهون. لا، انا هحط بس الثوم ورشة الملح والكمون والكزبرة الناشفة، وهدقهم وهنعمهم كويس قوي قوي. وبعد كده ادق الفلفل معاه، اقطع الفلفل وادقه معاه دقه كده كويسه. وبعد كده هحط بقى معلقتين من الخل على التومه، واوريكم هنا ان التوم انا نعمته قوي قوي عشان ميبقاش صحيح يعني. وبعد كده بحط الفلفل وادقه دقتين كده مع الثوم، بيفرق قوي 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 في الطعم يا بنات. وحطيت معلقتين كبار من الخل، وحطيت عصرة ليمونة كده، عصرة ليمونة على الدقة. هنا بقى حطيت الصينية وحطيت فيها سمنة، ولو عندكم زيت ما يكونش ليه ريحة، زيت ذرة، زيت عباد الشمس، عادي يبقى حلو قوي، بس انا بصراحة كان خلصان من عندي وحطيت سمنة. بس انا بحط الاتنين مع بعض، وساعات بحط زيت بس يا عادي شغال يعني. حطيت معلقة سمنة كبيرة كده حلوة، وهنزل بالقطع اللي هي بتاعت القلب اللي معاها حتة فيها دهنية، عشان خاطر تتقلب الاول قبل الكبده. ولو عندك حته ليا او حته دهنه ممكن تحطيها مع السمنه، بتفرق وتبقى طعمها حلو قوي قوي في الكبده. بس انا طبعا ما عرفتش احط في الخباثه كده عشان خاطر عيالي كانوا شايفيني وسامعيني وانا بتكلم، فما عرفتش احط بصراحه. لكن هما مش موجودين انا بخمهم وبحط، علشان بصراحه بتخلي ريحه الكبده حلوه قوي، وطعمها بيفرق بصراحه في الطعم. هنا هقلبها كده لمده دقيقه، وبعد كده هحط الكبده. بنقي طبعا كل حته كده اللي فيها الدهن، بحطها طبعا الاول عشان تستوي قبل الكبده، عشان بتاخد سوا شويه قبل الكبده. وبقلبها كده في السمنه كويس. يا ريت بقى اللي وصل معايا للمقطع دوت، يا ريت ما ينساش اللايك بالله عليكم، اللايك والاشتراك الحلو. ويا ريت تكتبوا لي كده كومنت كده تدعوا لي فيه بصلاح الحال ليا وليكم يا رب. هنا بقى نزلت الكبده، واقلب كده في السمنه. والنار يعني ما تبقاش عاليه قوي يا بنات، يعني تبقى وسط، يعني خلوا النار كده ما تبقاش عاليه قوي على الاكل عشان خاطر ما يشعوطش منكم خلاص. وبرضه في نفس الوقت الحاجه ما تتحرقش منكم زي الصينيه او الحله. النار العاليه بتبوظ الحاجه بصراحه. هنا بقى كده قلبت الكبده، وهنزل عليها بالبهارات ورشه حبه الفلفل الاسود. هي مش رشه، هي يعني نحط كده حبه فلفل حلوين
عشان الفلفل الاسود برضو بيدي ريحة حلوة للكبدة. هحط كده دي معلقة كبيرة بنات من البهارات. خلاص، واقلبها كده لغاية ما تستوي، يعني حوالي كده 5 دقايق، او ممكن تدوقوها وتشوفوها استوت ولا لا. بس بقلبها كده كام تقليبة كده. طبعا ما نزلتش مية، ما نزلتش حاجة. انا لما نزلت بالكبدة الصينية كانت سخنة. خلاص. بعد كده طبعا هنزل بالثوم بعد ما الكبدة تستوي تماما. هنزل بالفلفل اللي انا دقيته مع الثوم واطفي عليها. يعني محطش الثوم وافضل سايباها على النار، لا. جربوا الطريقة دي يا بنات، هتعجبكم قوي بجد، هتعجبكم. الكبدة دي بتاكلوها يعني في المحل بشيء وشويات. انت ممكن تعمليها في البيت، وممكن تعمليها بكبده مستورده، وممكن تعمليها بكبده بتاعت فراخ. الطعم هيبقى في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم على حاجه، لو انا نسيت، ان الكبده ما بتتغسلش يا بنات، الكبده ما بتتغسلش خالص. خلاص، ولا هي ولا المستورده. الكبده بتاعت الفراخ بس هي اللي بتتغسل. هنا نزلت بقى بالثوم والفلفل والدقه اللي انا دقيتها، وعليها الخل وعليها الليمون. طفيت هنا النار. خلاص، مش عايزه اقول لكم بقى، الريحه كانت فظيعه وطعمها بجد كانت تحفه. هنا بقى هعمل بقى حبه رز، يعني بصوا في منتهى الجمال. برضو الرز ده بتاكلوه بره، بيبقى غالي، وهو اصلا بيتعمل بكل سهوله. هنا حطيت معلقه سمنه كبيره. طبعا لو عندكم برضو زيت، انا عشان خاطر ما كانش عندي زيت فاضطريت طبعا ان انا احط سمنه بس، لكن الزيت طبعا بيخلي الرز فلفل اكتر وحلو. هنا حطيت الرز. طبعا تحطوا الكميه اللي تعجبكم. هنا البصله يا دوبك اصفرت، ونزلت بالرز واقلب كده كويس قوي قوي. واحط مكعب مرقه الدجاج، وهحط معلقتين كبار من البهارات بتاعتي. لو عندكم يا بنات بهارات بتاعه لحمه، حطوا حبه معاها. يعني ممكن تحطوا بهارات الكبده ديت، وممكن تحطوا بهارات اللحمه، بتدي طعم حلو قوي قوي في الرز، بيخليه طعمه بجد يعني بيفرق قوي. ممكن تحطوا معلقه من ده ومعلقه من ده، يعني ممكن تحطوا بهارات لحمه وممكن تحطوا بهارات كبده. ولو عندكم ديت بس او دي بس، خلاص ماشي، الاتنين هيقضوا الغرض. جربوا بهارات اللحمه وانتوا اعملوا كده الرز مبهر بالبهارات بتاعه اللحمه، هتعجبكم قوي قوي. وطبعا مكعب مرقه الدجاج. وهحط طبعا ملح، بس هظبط في الاخر الملح علشان خاطر البهارات دي بيبقى فيها ملح، خلي بالكم. وطبعا مرقه الدجاج فيها ملح. هنا انا عايرت لكل كوبايه رز كوبايه وشويه كده صغيرين من الميه. الرز دوت بياخد شويه، يعني مش بياخد كوبايه ميه بالظبط، لا، بياخد شويه كمان. هنا خلصنا الوصفه، وادي طبق الكبده. يا رب يكون الوصفه النهارده تكون سهله والفيديو عجبكم. لو عجبكم متنسوش الاشتراك واللايك والكومنت الحلو. والله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت معكم عبد الحليم.